افرض يا دكتور، افرض يا دكتور دلوقتي حصل، ركز معايا الله يكرمك، حصل نقص في افراز هرمون الانسولين. ايه اللي يجرى؟ قال لك والله لو الانسولين نقص فبالتالي الجلوكوز في دمك هيعلى. ما هو اصل الانسولين ده هو اللي كان بيقلل الجلوكوز في الدم. فدلوقتي بيقول لك ان الانسولين قل، اذا الجلوكوز في الدم هيزيد. الجلوكوز في الدم هيزيد. طب ايه اللي يجرى يا دكتور لو الجلوكوز في الدم زاد؟ قال لك عشان نعرف الحوار ده لازم ان احنا نرسم انبوبه النفرون. انبوبه النفرون كانت بتتكون اول حاجه كده عندك من محفظه باومان اللي بيحصل فيها عمليه الترشيح. بعد كده يا دكتور عندك الانبوبه الملتفه القريبه وثانيه هنل والانبوبه الملتفه البعيده ثم القناه الجامعه يا واد عمي. صح كده؟ صح يا دكتور يا عسليه. طيب قال لك دلوقتي يا دكتور نسبه الجلوكوز في الدم زادت، ولو يكن مثلا بقت مثلا 200 مللي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب دم، وده مش الطبيعي خلي بالك. طيب ايه اللي يحصل؟ قال لك والله يا عم الجلوكوز بيحصل له ترشيح كلي في محفظه باومان. يعني كل الجلوكوز بيخش الى داخل الانبوبه الملتفه القريبه. تمام؟ يبقى كده الجلوكوز كله موجود داخل الانبوبه الملتفه القريبه. في العادي يا شباب، العادي ان الجلوكوز كله بيخش الى داخل الانبوبه الملتفه القريبه ويحصل له اعاده امتصاص كلي للجلوكوز. يعني الجلوكوز كله بيعاد امتصاصه مره اخرى للدم او لجسمك يعني من الاخر. تمام؟ تمام. الا في حاله واحده. ايه يا دكتور الحاله دي؟ قال لك في حاله ان السكر في دمك عالي عن 180 مللي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب دم. لو الجلوكوز في دمك عالي عن 180 مللي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب دم، اعرف ان الجلوكوز مش هيتم امتصاصه في الانبوبه الملتفه، مش هيتم امتصاصه كله في الانبوبه الملتفه البعيده. طب يا دكتور الجلوكوز ده ازاي، ده هنوديه فين؟ قال لك هنرميه في البول. يبقى يا دكتور لو انا نسبه الجلوكوز في الدم عندي عليت، فبالتالي انا داخل انبوبه النفرون مش هقدر ان انا امتص الجلوكوز كله، فبالتالي الجلوكوز ده هينزل فين؟ قال لك الجلوكوز ده هينزل في البول. طب ما هينزل في البول يا دكتور، طب ما هي دي حاجه مفيده. قال لك استنى، ما هو حبيب قلبي لما الجلوكوز ينزل في البول بياخد معاه ميه. الجلوكوز يشفط معاه ميه ليه؟ عشان نظبط اسموزيه البول. فالجلوكوز وهو نازل في البول ياخد معاه ميه كتير. طيب لما الجلوكوز ياخد معاه ميه كتير فبالتالي انت هيحصل لك يعني زياده في عدد مرات التبول. ما انت عندك ميه كتير في البول فبالتالي هيحصل لك زياده في عدد مرات التبول. طيب انت في ميه كتير نازله في البول فبالتالي الدم بتاعك قل فيه الميه. ما هو الميه كلها نزلت في البول فبالتالي الدم بتاعك نقص فيه الايه؟ نقص فيه الميه. فبالتالي انت ايه؟ انت هتحس بالعطش لان الدم ما عادش فيه ميه، فانت هتحس انك عطشان. طيب اول حاجه عندك زياده في عدد مرات التبول، تاني حاجه هتحس انك عطشان. طيب تالت حاجه، هو يا شباب ليه الجلوكوز زاد في الانبوبه الملتفه القريبه او زاد في انبوبه النفرون؟ هتقول له والله الجلوكوز زاد في انبوبه النفرون لانه زاد في الدم. طب ليه الجلوكوز زاد في الدم؟ هتقول لي والله عشان نقص الانسولين. طيب هو نقص الانسولين هو اللي بيعمل زياده عدد مرات التبول والعطش صح؟ طيب طب نقص الانسولين ممكن يعمل ايه تاني؟ لسه قايلها لك. يا دكتور لو الانسولين نقص، فبالتالي الجلوكوز مش هيعرف يخش جوه الخليه. ما هو الجلوكوز عشان يخش جوه الخليه لازم يكون في انسولين. طب من غير انسولين الجلوكوز مش هيعرف يخش جوه الخليه، فبالتالي الخلايا دي ما فيهاش جلوكوز، فبالتالي مش هتعمل عمليه هضم، فبالتالي مش هيتكون فيها طاقه اي تي بي، فبالتالي خلايا جسمك ما عادش فيها اي تي بي، ما عادش فيها طاقه. فاللي هيحصل لك غيبوبه سكر، غيبوبه السكر بقى. ليه؟ لان انت يعني الخلايا مش عارفه يخش فيها جلوكوز، فبالتالي ما فيش هضم، ما فيش اي تي بي، فبالتالي هيحصل لك غيبوبه سكر، ما عندكش طاقه. تمام.